النهارده جولتنا بقى في القرية، في كافيهات القرية. هي فيها 3 كافيهات. كافيه على البحر اللي انا قاعده فيه دلوقتي، وكافيه على البوابه في الجنينه جميل جدا، وكافيه صغنن محدق كده قدام البسين الكبير للطلبات، للي عايز يشرب قهوه، شاي، ساندوتش، بيتزا كده، حاجات خفيفه قدام البسين. هنا برضو الكافيه ده فيه جميع المشروبات، وفيه شيف بيعمل فطاير، بيعمل بيتزا، كل اللي انت عايزاه هتلاقيه هنا في الكافيه اللي على البحر. 3 كافيهات احلى من بعض، وخدمات جميله جدا في القريه. والقعده صراحه في الكافيه اللي على البحر ده بمليون جنيه، قعده فعلا هتقعديها يعني مش هتقومي من حلاوتها، كفايه الهواء ومنظر البحر. يلا بينا بقى نشوف الكافيهات ونشوف شكلهم ايه ونظامهم عامل ازاي. يلا بينا. هنا الكافيه الصغير اللي انا قلت لكم عليه، اللي هو عند البسين الكبير ده، على قد الطلبات الخفيفة قدام البسين. عبارة عن كافيه في المأكولات الخفيفة وفي المشروبات ده، حتى في كمان اللي بيحب يشرب شيشة موجودة فيها برضو الشيشة، يعني كل حاجة موجودة. المثلجات، البيتزات، الفطاير، الشاي والقهوة، كله موجود في الكافيه اللي انتوا شايفينه ده، مع انه صغير بس فيه كل حاجة الصراحة. وعنده منيو اللي شوفي ايه اللي انت عايزاه منه. هو محندق صغير، محندق كده، بس كل حاجة فيه، وفي سندوتشات، كل انواع السندوتشات، في كريبات، يعني كل ما تحتاجيه موجود في الكافيه الصغنن اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكرة المسافة قليلة بين الكافيه ده والكافيه اللي على البحر، يعني المسافة بين البسين الكبير والبحر مسافة صغيرة جدا. هنا بقى الكافيه اللي على البحر مساحته كبيرة جدا، يعني بصوا القعدات عاملة ازاي، يعني بره في قعدات بره وفي قعدات جوه. على فكرة انا ما لغيتش الصوت الاساسي على الفيديو عشان تحسوا بالاجواء بتاعت الكافيهات او القرية عموما. هنا بصوا، طبعا الشماسي دي بتبقى كبيرة جدا، حاطينها برضو لما يكون في شمس طبعا وقت النهار، وبيقفلوها زي ما انتم شايفين قرب المغرب. بص الاعداد جميلة ازاي، المساحة كبيرة جدا، انا بصور لها لكم، جميلة جدا. ومن في القرية كمان الكراسي الصب اللي انتوا شايفينها ديت، دي قرية عاملاها على الشاطئ للي يقعد، اللي محبب يقعد بعيد عن الرملة، بس هي لازقة مع الكافيه، يعني هي موجودة لازقة مع الكافيه، بس الكافيه ملوش دعوة بيها، واخدين بالكم؟ هنا بقى الكافيه بكملكم التصوير فيه. مساحته بص عاملة ازاي، رهيبة الصراحة. والقعدة بتبقى جميلة جدا فيه، وبيشتغل 24 ساعة، كافيهات موجودة في القرية 24 ساعة. ومن الناحية التانية من الكافيه في اللي هو الفطاطري بتاع البيتزا والأكلات حسب ما انت عايزة، يعني قدامك الكافيه في تقديمه اللي هي الحاجات الساقعة، حتى كمان الشيشة موجودة للي عايز شيشة، يعني طبعا اللي عايز بقى شيشة. كل حاجة موجودة فيها أكنه كافيه بره، يعني الحاجات اللي موجودة فيه، الكافيهات اللي بتقدمها بره هي بيقدمها الكافيه دوت. ده منظره بقى من جوه، يعني هو في قعدات جوه وقعدات بره زي ما انتوا شايفين، انا صورت لكم الاتنين. يعني فعلا قعدة جميلة جدا، اللي حابب يقعد جوه بيقعد، والحابب يقعد بره بيقعد، وفي كمان شاشة للكافيه. ادي الكافيه صورته، الصراحة في منتهى الجمال وقعدته مسلية جدا. بس انا دلوقتي انا مصورة القرية هادية جدا، ولسه الناس ما جاتش لان هي في امتحانات بتاعت الثانوية العامة، فالناس لسه ما زادتش في القرية. يعني انا موجودة من العيد، القرية هادية جدا، وتحبي تقعدي فيها في الهدوء اللي موجود فيها دلوقتي. برضو حتى في وقت الشهر 7 و8 في ناس بتبقى برضو موجودة، بس يعني القرية مش كبيرة قوي عشان يبقى فيها ناس كتير قوي. هي الحلو اللي فيها انها صغيرة عائلية، زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات، قرية عائلية، الناس فيها مش كتير،
والناس بتيجي فعلا القرية من أوائل 7 وأواخر 6 كمان، يعني في آخر 6 وأوائل 7 و8 طبعا بيبقى يعني الناس فيها موجودة يعني. هنا بقى أنا داخلة بيكو على الشاطئ. بص المنظر، أدي القعدات بتاعة الكافيه، وأدي الشاطئ قدام أهو. أحلى قعدة تقعديها. وأنا رايحة على الترابيزة بتاعتي عشان أوريلكوا الشاطئ قريب إزاي. انا فعلا كنت قاعده هنا اهي. هنا بقى قعدتي وهنا الشاطئ. بصوا الرمله قدامي على طول، وادي الشاطئ هادي جدا. لسه الناس طبعا ما جاتش كتير او ما جاتش عموما. انا مصوره المنظر دوت قبل المغرب، فاللي كانوا قاعدين مشوا، يعني كانوا قاعدين تحت شماسي دول ابتدوا يمشوا. بص المنظر عامل ازاي، بص الشاطئ جميل ازاي وهادي جدا جدا. ايه رأيكم؟ ادي قرية فالنسيا وادي الكافيه اللي على البحر. كفاية المنظر اللي انت شايفاه ده او اللي انتوا شايفينه ده وانتوا قاعدين على الكافيه، يعني كأنك قاعدة جوه المية. هنيجي بقى للكافيه بتاع البوابة او اللي في الجنينة. هنا بقى الكافيه التالت اللي موجود في الجنينة، كبير برضو بس مساحته مش زي مساحة الكافيه اللي على البحر، هو كبير. بصوا عامل ازاي في وسط الجنينه. يعني في ناس بتحب تقعد هنا وناس بتحب تقعد على البحر، ولو على البحر سقع او في برد شويه مش مستحملين البروده بتاعته بييجوا يقعدوا هنا. جزء هنا جزء هنا، اللي حابب يقعد هنا بيقعد واللي حابب يقعد هنا بيقعد. انا مصوراه بالنهار عشان الشكل يبان، لو صورته بالليل الاضواء هتبقى ساطعه على المكان فمش هعرف اصور قوي طبعا. والناس بتزيد بقى في الكافيه اللي على في الكافيهات دي بالليل بقى بيروحوا بقى يسهروا، ممكن يقعدوا للصبح في الكافيهات. ادي بصوا المنظر عامل ازاي، بص الجنينة ما شاء الله مساحتها عاملة ازاي. دي الجنينة اللي ناحية البوابة القرية. بص هنا برضو المنظر اهو، بوريكم الكافيه ده. الحته دي او المنظر ده جوه بقى بيعملوا بقى طبعا كل ما تحتاجيه زي اللي بيعملوا بره جوه على البحر. كافيه البحر ده بيعملوا نفس الاكلات، نفس فطاير، نفس كل حتى ممكن تتغدي يعني غدا يعمل غدا مشويات، فطاير، بيتزا، كل اللي انت عايزاه غير المشروبات، كل اللي انت عايزاه. هنا بقى دي شاشة حاطينها للتلفزيون عشان الناس تتسلى طبعا بالليل لو في ماتش ولا حاجة، الناس تتسلى وهم قاعدين. بصوا الداير ما يدور، الجنينة عاملة ازاي داير ما يدور اهي. ودي برضو قعدات بره وقعدات جوه زي ما انتوا شايفين زي ما انا صورت لكم. هنيجي بقى هنا عاملين العاب البلياردو، اللي يحب يلعب بلياردو. ودي انا مش عارفه اللعبه دي اسمها ايه، اللي هي بالكره الصغننه دي اللي هي بالمضارب دي، انا صراحه انا مش عارفه اسمها ايه، بس للي يتسلى في الالعاب هنا العاب موجوده. الناحيه التانية بقى هوريلكم عاملين مراجيح، قريه عامله مراجيح للاطفال اهي. بصوا في نفس الجنينه، بص الجنينه مساحتها عامله ازاي، بص رهيبه جدا. دي المراجيح اللي بتاعت الاطفال اهي، للي حابب ولاده يجوا انتوا تقعدوا على الكافيه والاولاد في المراجيح تبقي مطمنه عليه قدام عينك. ادي الكافيه اللي على البوابه. يبقى انا كده صورت الكافيه البحر، كافيه اللي على البسين، كافيه البوابه بالمراجيح بتاعه الاطفال. القريه ما تحتاجيش يعني حاجه من بره خالص. هنا بقى موجود عاملين مسرح لانهم بيعملوا حفلات في الصيف، ده مسرح للحفلات. ده برضو عند الكافيه بتاع البوابة اهي. هنا كده يبقى خلصنا الجولة بتاعتنا بتاعت الكافيهات اللي في القرية، وده باب الكافيه
والكافيه ده ليه بابين، باب من الناحيه دي اللي انتوا شفتوه، باب من الناحيه التانية، يعني ايه ليه بابين، ليه مدخلين، المدخل التاني من عند البوابه والمدخل دوت. طلعت انا منه بوريكم الجنينه اللي قدام الكافيه، برضو جنينه تانية في الوسط هنا زي ما انتوا شايفين. وانا كده بقى رايحه على الشاليه بتاعي، وقدامه اللي هو البسين الصغير اللي انا صورته لكم برضو الفيديو اللي فات، قدام اللي انا صورته من البلكونه هو ده، فبوريه لكم هنا. ده الصغير اللي موجود في الفيديو اللي فات. وكده عملنا جولتنا خلاص في القرية والكافيهات، وصورنا كل حاجة في القرية، من كافيهات لبحر لكل حاجة في القرية من أولها لآخرها. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم. واللي حابب يجي يشوف القرية على الطبيعة يجي يزورها وينورنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.